وللتعليق معنا من القاهرة أحمد عبد ربو عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ الوطني. سيد أحمد عبد ربو، كيف تقيمون تجاوب المدن المختلفة مع دعوتكم للعصيان المدني؟ أولا لم ندعو إلى الآن إلى عصيان مدني. الدعوة خرجت من مدينة بورسعيد الباسلة التي بدأت بالفعل عصيان مدني منذ 7 أيام، ثم تلاها عدد من المدن شاركت في هذا العصيان وعدد من المناطق داخل القاهرة وعدد من المؤسسات. لكن نحن داعمون لهذا العصيان المدني ضد السلطة الغاشمة الدكتاتورية الظالمة القاتلة التي أسالت دماء المصريين بدم بارد أمام قصر الاتحادية وفي مناطق مختلفة داخل جمهورية مصر العربية. فنحن داعمون لهذا العصيان وبتطوره سندعو كافة المدن المصرية إلى القيام بعصيان مدني ضد هذه السلطة. طيب، هل تعتقدون أن التصعيد في الفترة المقبلة هو الحل للمشاكل الحقيقية التي تمر بها البلاد الآن؟ حاولنا أن نسلك طرق الحوار مع هذا النظام منذ تولى السلطة، ففشلت كل محاولات الحوار وكل الحوارات الوطنية التي أجريت معه. خرجت بدون نتيجة حقيقية ثم أسالت دماء. التزمنا بأنه جاء بالصناديق وأن له شرعية دستورية، لكن هو من ألغى هذه الشرعية الدستورية من خلال أنه جار على السلطة القضائية في إعلان دستوري، ثم من خلال ارتكابه عدد من الجرائم بحق المصريين سواء من القتل أو الاعتقال أو التعذيب، وصلت إلى اغتصاب عدد من شباب ورجال الثورة داخل أقسام الشرطة. ويحدث هذا بشكل ممنهج من قبل السلطة الحاكمة لكسر الثورة، مع أنه لم يلتزم بأي من أهداف الثورة ولا أي من وعوده الانتخابية، فهو من أفقد نفسه الشرعية. نحن الآن بشكل واضح جدا كشباب مصري نسعى إلى إسقاط هذا النظام لأنه ارتكب جرائم وفقد شرعيته السياسية والقانونية والأخلاقية أيضا. طيب، ما تقييمكم لموقف الجيش الآن في هذه الأزمة؟ أعتقد أن المؤسسة العسكرية جاهزة للتحرك ضد سلطة الدكتور محمد مرسي، لأن هي أيضا تراه فقد الشرعية. هي منتظرة تحرك شعبي واسع. اليوم كان هناك تحرك شعبي واسع، وكان في بعض القوى تدعو القوى الثورية تدعو الجيش للتدخل، لكن هناك أزمة تراكمية بعد سوء إدارة المجلس العسكري السابق لهذه المؤسسة للفترة الانتقالية، وأنه هو من سلم السلطة بشكل حقيقي إلى جماعة الإخوان المسلمين. فهناك بعض العداء، لكن هو التزم بعملية ديمقراطية في النهاية. لكن هذا المجلس العسكري التزم بالعملية الديمقراطية، لكن شابه هذه الفترة الانتقالية عدد من الجرائم أيضا قد تسبب في قتل عدد من شباب الثورة وعمل ضد الثورة فترة طويلة. لكن بعض الناس يروا أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية وهي تحافظ على شكل الدولة ومدنية الدولة المصرية، بينما جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى شكل آخر للدولة وليست دولة مصر بحدودها الجغرافية والسياسية، بل دولة إخوانية كاملة لا تنتمي إلى النظام المصري. ده من وجهة نظر المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين، وأنا منهم في الحقيقة، أؤيد هذه وجهة نظر. من القاهرة كان معنا أحمد عبد ربو عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ الوطني. شكرا جزيلا لك.